الصيف داخل علينا وبنحب دايما الحلويات اللي ترطب على القلب، ودي تعتبر واحدة من أجمل حلويات الصيف اللي ممكن ناكلها. هي كيكة الحليب، بس براندات سموها مسخسخة وبراندات تانية سموها قشطوطة مع شوية إضافات ليها. هقول لكم النهاردة على طريقة مظبوطة ليها جدا تطلع معاكم كمية وفيرة وكل البدايل اللي ممكن نستخدمها. في بولة عندي هنزل ب5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني بطلع البيض قبلها بساعتين تقريبا. اهم حاجة ان الكوباية اللي هعاير بيها اي مكون هي نفس الكوباية اللي هكمل بيها معايرة كل المكونات، وهحط رشة فانيليا كويسة باودر او سايلة بس يكون نوعها كويس، وهبدأ اضرب كويس جدا. كل مرحلة من الضرب هلاقي ان قوام البيض بيتغير معايا لحد ما اوصل للقوام المظبوط ده. إضافة كمية الدقيق هي 1.25 كوب من الدقيق، بنفس الكوباية اللي هعاير بيها المقدار بتاعي. عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنخل كويس جدا على الدقيق وابدأ اقلب. بنقلب في اتجاه واحد بالراحة خالص، ومش محتاجة ان انا اقلب كتير عشان ما اخرجش الهواء من الكيك بتاعي. هقلب بقى بالطريقة دي لحد ما اتأكد ان كل الدقيق بتاعي امتزج مع البيض وبقى خلاص مفيش اي تكتلات من الدقيق. الصينية بتاعتي انا هشتغل في صينية مقاس 40. انا عايزة قطعة الكيك بتاعتي تكون سمكها قليل، نقدر ان احنا نعلي سمك الكيك عن كده لو حطينا في صينية مقاس 30، بس مش اصغر من 30. رشة زيت كده بسيطة في الصينية، لو حابين نحط ورق زبدة مفيش مشكلة. وهدخلها تتخبز على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 35 دقيقة. بتطلع من الفرن بالشكل ده، هتتسقي وهي سخنة كوبايتين من الحليب، وبعدين بدخلها التلاجة ترتاح وتتماسك شوية. على ما احضر الكريمه بتاعتي بقى، ممكن اظرف كريم شانتيه جاهزه، ممكن كريم شانتيه خام، ممكن كريمه لباني. انا مكست ما بين الكريمه وظرف كريم شانتيه، وحطيت معلقه من الحليب المكثف المحلى ضربتهم معاهم، ده عشان الكريمه بتاعتي ما كانتش محلاه، فحطيت حليب مكثف محلى بيدي طعم حلو قوي، طعم كرمله كده للكريمه. هوزع الكريمة كويس جدا على الكيك بعد ما طلعتها من التلاجة. ممكن نعمل اي شكل زخرفي بالكريمة من فوق كده، وممكن نسيبها سادة زي ما هي عادي خالص، وبعدين هتدخل التلاجة تاني تتماسك لمدة ساعتين. في براندات حطوها على الرز بلبن وكان طعمها رائع بالنسبة لي، فعملت اطباق صغيرة من الرز بلبن قبلها بيوم وحطيتها في التلاجة تتماسك. هبدأ أقيس حجم الطبق بتاعي. أهم حاجة وأنا بقيس الحجم الطول والعرض، بسيب 2 سنتي في الطول و2 سنتي في العرض، عشان قطعة الكيك بتكون في نص الطبق تقريبا. ده الشكل الحلو والمميز ليها. قطعة الكيك بتاعتي رغم انها جوسي جدا ومليانة حليب مسقية كويس قوي، إلا إنها ماسكة نفسها كويس جدا. قدرت أشيلها بكل سهولة وأحطها على الرز بلبن في الطبق بتاعي. تقدروا تقللوا كمية الحليب اللي مسقية بيها لو حابين، عادي جدا، هي كلها اختيارات وأذواق. قطعة الكيك بالنسبة لي كده سمكها حلو قوي. هنبدأ بقى نحط فليفرز مختلفة فوق. أنا عملت واحدة بالكراميل، دي زي التريليتشا بالظبط، زي كيكة الحليب التركية، وشوية الكريمة المبقيين عندي هعمل خطوط على الوش كده زغرفة، هديها الشكل الأصلي بتاعها. هي تتاكل سادة كده بدون أي إضافات، بس احنا حابين نديها شوية أشكال حلو. أي فواكه متاحة عندنا نقدر نضيفها على الوش برضو، ودي خفيفة ولطيفة جدا. نقدر كمان نحط عليها لوتس. انا كان عندي لوتس كرانشي يعني بالبسكوت اصلا، سيحت شويه وحطيتهم على الوش. دي ساده خالص، نقدر نحط عليها رشه فستق كده بسيطه، واي زعرفه بالكريمه بتاعتنا. عملت دي بالمكسرات، اي انواع مكسرات مفضله بالنسبه لكم، ودي فضلت اسيبها ساده كده، شكلها لطيف وطعمها حلو قوي. بندخلها التلاجة قبل التقديم وبتتقدم باردة، وحقيقي من أجمل الوصفات اللي لازم تجربوها. تعالوا شوفوا بقى قوام الكيك وقد ايه شارب من الحليب كويس قوي ومتماسك. طلعت معايا 9 قطع كاملين، والأطراف اللي باقية اللي كانت باقية من بعد القياس حطيت كل طرفين في طبق واحد، عملوا قطعة على بعضهم. أنا كده خلصت وصفة الكيك بتاعي النهاردة خلاص. متأكدة من سهولتها وبساطتها انكم هتقوموا تجربوها ومش هتشتروها. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.